قبل ما نبدا حابب اوجه رساله ليك عزيزي المشاهد. فيديو النهارده مليء بالرعب والاشباح في كل مكان، يعني لو انت بتخاف من انميات الرعب انصحك انك تخرج من الفيديو. وكمان انمي النهارده بلس 18، يعني انصحك ما تشاهدوش مع العائله. وبس كده، ما تنساش تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتاكد انك مشترك في القناه ومفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعار بكل جديد. ويلا نبدا. بتبدا حكايتنا مع ميكو واللي بتصحى من النوم وبتروح علشان تغسل سنانها زيها زي اي حد عادي يعني، وفجاه بتلاقي اثار كف ايد على المرايه، بتمسحها ومش بتدي اي اهتمام ليها وبتجهز علشان تروح للمدرسه. وهناك بتقابل صديقتها هانا، وبتتفاجئ هانا من الميداليه بتاع ميكو وبتعرفها انها جابتها من المكتبه. وهما بيتكلموا بتظهر بنت غريبه كده وبتقول لهم وسعوا الطريق يا بنت منك ليها. والظاهر كده البنت دي كانت لسه خارجه من عند الاسترج وضاربه شعرها والشيمبو هي. وبعد انتهاء الحصص الدراسيه بيروحوا علشان ياكلوا في الاستراحه. بتفتح ميكو السندوتش بتاعها وفجاه بتلاقي اتاكل منه حته. ده شكلها بدات يا صاحبي. بيخلص اليوم الدراسي وبتودع هانا ميكو، وبتلاحظ ميكو ان الميداليه بتاعتها مش موجوده. بترجع المدرسه علشان تجيبها وبتلاقيها واقعه تحت المكتب، وبتحس ان في حد مشي من وراها، وبتسمع اصوات مخيفه في المكان. وكمان نور المدرسه بايده يطفي، الوضع ما يطمنش خالص. البنت بتخاف وتجري، والجو عملها معاها هو كمان، والدنيا بتمطر. بتوصل لمحطه الاتوبيس ومش بتلاقي حاجه تروح. بتكلم صاحبتها هانا وبتسالها عامله ايه في المطره دي، بتصور لها نفسها وتبعت لها الصوره. وفجاه بتلاقي هانا بعت لها نفس الصوره، وبتفضل تبعت لها في نفس الصوره بسرعه كبيره جدا. وفجاه الصوره دي بتتحول لصوره شبح. البنت بتخاف وبترمي التليفون على الارض ومصدومه من اللي هي شايفاه. بتجمع قوتها وبتمسك التليفون ومش بتلاقي اي حاجه. بتقول انا شكلي تعبانه وبتخيل حاجات بس مش اكتر. وفجاه بتلاقي شبح واقف قدامها. البنت مش قادره تتحرك من مكانها وجسمها كله بيرتعش ومرعوبه حرفيا. لو كمان الشبح بيكلمها وبيقول لها انت شايفاني صح، انت شايفاني، وهي مش بترد عليه. ميكو عندها قوه ثبات انفعالي بسم الله ما شاء الله. الشبح بيزهق منها وبيسيبها ويمشي. الشبح بيختفي والبنت بتترعب من اللي كانت شايفاه. بتقول ايوه انا كنت شايفاه بجد، ايه اللي بيحصل لي ده. بترجع البيت وبتغسل سنانها وبتفكر في اللي حصل لها النهارده. وبتلاقي اثار الايد دي مره تانية وبتفكر ان اخوها هو اللي عمل كده. بتبص في المرايه وعينك ما تشوف الا النور. بتلاقي شبح تاني واقف ورا ظهرها، والظاهر كده هو صاحب الاثار دي. البنت بتترعب وبتقول الظاهر كده في حاجه في عيني. بتغسل وشها وبتقول انا شكلي بتخيل بس مش اكتر. بتروح علشان تجيب ملح وبتحطه جنب السرير، متخيله ان الملح هيطرد الاشباح يعني. البنت دماغها مش مبطله تفكير في اللي بيحصل لها. بتمسك التليفون وبتجيب عمك جوجل وبتبحث عن حاجات لطرد الاشباح. بتلاقي حاجه زي الصور كده وانها بتطرد الاشباح. بتطمن وبتقرر تنام. بتبص على الملح وبتلاقي شويه منه كده وقعوا على الارض. مش بتهتم وفجاه بتلاقي شبح نايم في حضنها. البنت بتترعب وبتقرر انها تشتري الصور ده بكره باي طريقه. تاني يوم بتروح المدرسه وهنا بتخضها. ميكو بتخاف وبتترمي على الارض وبتقول لها ما تعمليش كده تاني، انت فاهمه ولا لا. بتقوم ميكو بتحمد ربنا انها ما شافتش اشباح النهارده، وعلى راي المثل اللي يخاف من العفريت يطلع له. البنت لسه ما خلصتش الكلمه وبتلاقي شبح بيقول لها صباح الخير. صباح الخير ايه يا عم انت، قول صباح الزفت، صباح الرعب، صباح اي نيله منيله على دماغه. ميكو بتتجاهل الشبح وبيسيبها ويمشي. بيروحوا علشان يغيروا لبسهم، وبتطلب هانا من ميكو انها تطلع لها لبسها من الخزانه علشان هي خايفه تلاقي راس شبح مقطوعه زي ما شافت في الفيلم امبارح. ميكو بتفتح الخزانه وهي خايفه تلاقي شبح جوه. بتبص على اللبس ومش بتلاقي حاجه، ولكن الحلو ما بيكملش يا صاحبي. بتبص فوق ويا ريتها ما بصت. بتلاقي احد الاشباح راسه مقطوعه وبيبص لها. البنت بتخاف وبتدار وشها وبتطلب من صاحبتها انها تخلص بسرعه. بس تفتكر الموضوع كده خلص؟ لا والله. انا بتطلب من ميكو انها تجيب لها التليفون بتاعها اللي هو جنب راس الشبح اصلا. البنت بتمد ايديها وهي خايفه وصاحبتها مش حاسه باي حاجه. بتمسك التليفون والشبح بيصرخ في وشها وبتقفل الخزانه بسرعه. البنت مش قادره تمسك نفسها وبتترمي على الارض من اللي هي فيه. بيروحوا الفصل وميكو بتفكر في الاشباح دي، وبتقول طول ما انا مش بديلهم اهتمام مش هيعملوا معايا اي حاجه. هنا بتسحب الكتاب من الديسك واذ بيدي شبح على هذا الكتاب. ايد الشبح بتطلع وبتلف حوالين جسم هانا كله. ميكو مصدومه من اللي هي شايفاه وخايفه للشبح يعمل حاجه في صاحبتها. وهنا الخنزيره دي مش بتفكر غير في الاكل وبس. بتقوم ميكو وبتبعد الديسك علشان الشبح يبعد عن صاحبتها. بتسحبها من ايديها وبتقول لها تعالي معايا المكتب الممرضه. بتوقفها هنا وبتبص لها ميكو وعينك ما تشوف الا النور. بتلاقي الشبح لف حوالين جسم هنا ولا كانه بيغتصبها والله. بيروحوا المكتب الممرضه ومش بيلاقوها هناك. هنا بتطلع الدكتور اللي جواها وبتمسك السماعه وهي اللي هتكشف على ميكو. بتقول لها ميكو انها لازم تطهر السماعه الاول علشان الجراثيم. بتمسك الكحول وبتغرق هنا كلها حرفيا علشان الشبح يسيبها. الشبح بيتاثر فعلا وبيسيب جسم هنا. بتفرح ميكو انها لقت حاجه تنفع مع الاشباح دي، ولكن يا فرحه ما تم. الشبح بيظهر بشكله الحقيقي والبنت مرعوبه جدا من شكله. بتدخل عليهم الممرضه والشبح اول ما بيشوفها بيجري على جسمها. الشبح ده اللي ادب على فكره والله. الظاهر كده اهله ما كانوش فاضيين يربوه. بيخلصوا اليوم الدراسي وبيروحوا مطعم علشان ياكلوا. بيلاقوا هناك زحمه كتير والدخول للمطعم بالطابور علشان الخصومات اللي هو عاملها. بتقف هنا في الصف وكذلك ميكو، بس الصف بتاع ميكو بيكون صف كله اشباح. هنا بتنده عليها علشان واقفه لوحدها وبتسحبها علشان تقف في الصف. بتبص ميكو على الصف اللي كانت فيه وبتتصدم من اللي شايفاه. ده في شبح كبير بياكل الاشباح اللي كانت في الصف. بيشتروا الاكل وهم مروحين بيلاقوا قطه مرميه في الشارع. بتشيلها هنا وبتشوف ميكو شبح جوه الصندوق. بيروحوا الحديقه وبيدوروا على النت على حد يعتني بالقطه. وبتخبط هنا في شخص غريب كده واللي شكله ما يطمنش خالص. وبيظهر شاب وسيم وبيطلب منهم انه يعتني بالقطه.
وميكو بترفض بسبب انها شافت ارواح شريره حواليه، وبتقرر انها تدي القطه للراجل التاني ده، وبتظهر ارواح قطط بيضه حواليه، وبيطلع ان الشخص ده شخص طيب على عكس مظهره خالص. تاني يوم بتخرج ميكو من البيت علشان تقابل هانا، بتركب القطار وكله تمام، بتبص قدامها وبتلاقي شخص ظهر من العدم، بتسمع صوت حد بيتكلم وبتبص عليهم وبتلاقي كل واحد قاعد في امان الله وكل واحد في حاله، وفجاه الشخص اللي كان قدامها ده بيتحول لشبح باربع روح. البنت مرعوبه بتحاول تتجاهله بشتى الطرق، بتمسك التليفون وبتعمل نفسها مش واخده بالها. لا وكمان الشبح ده بيضحك بطريقه هستيريه ومرعبه جدا، حرفيا ضحكه يرعب اللي ما يترعبش. بتيجي للمحطه اللي المفروض تنزل فيها وبتقدر تخدع الشبح انه ينزل وبتكمل هي. بتوصل للكافيه اللي المفروض يتقابلوا فيه ومش بتلاقي هانا هناك، وهي في الكافيه بيوصل شاب كده وهو بيتكلم في التليفون. ميكو بتبص عليه وبتلاقي شبح لبنت واقف جنب الواد ده وبتقول انها بتحبه. الشبح بيبص لميكو وبيلاقيها باصه للواد ده. الشبح جاي عليها وهي مرعوبه وخايفه جدا. البنت بتطلع التليفون وبتفتح فيديو للمصارعه وبتقدر تخدع الشبح انها كانت بتتفرج عليها. بتوصل هنا وبتقول لها ميكو انهم يخرجوا من المكان ده افضل. بيوقفها الواد ده وبيحاول يتعرف عليها، بس ميكو بتتجاهله وبتسيبه وتمشي. وبتظهر بنت تانية وتظهر كده هي صاحبه الواد ده، وعلى راي المثل الطيور على اشكالها تقع. ميكو بتبص على البنت وبتلاقي كم هائل من الاشباح واللي بيعترفوا لها بحبهم. بعد كده بيروحوا مكان زي مول، وبتشتري ميكو 4 من الصور اللي طارد للاشباح، وبتفتكر ميكو ان الاشباح كانت بتطارد هنا هي كمان، فبتقرر انها تديها من الصور ده. بتعرفها هنا انها تعزمها على حلويات مقابل انها اديتها الصور، وبتقول لها ان المحل في اخر الممر ده. بتبص ميكو في الممر وبتلاقي عدد كبير جدا من الاشباح فيه. هنا ماشيه في الممر ومش حاسه باي حاجه، وبتلاحظ ميكو ان الاشباح بدات تتراجع فعلا، وبيبان عليها علامات الفرحه والنصر. بس تفتكر الموضوع كده خلص؟ لا والله، ده في شبح كبير بيظهر وبسبب هالته المشؤومه دي بيكسر الصور بتاع ميكو. البنت مصدومه من الشبح ومش عارفه تعمل ايه. هنا كمان رجع لها والشبح واقف حاجز بينهم. ميكو بتفكر وبتقول انها لو سابتها تعدي من الشبح ممكن يحصل لها حاجه. البنت بتخاطر بنفسها وبتقرر انها تعدي هي من جوه الشبح. بتبص هنا على الارنب بتاعها وبتلاقيه واقع على الارض. بتبص عليه ميكو وبتلاقيه جنب رجل الشبح اصلا. بتحاول هنا تجيبه وبتشدها ميكو وبتجيبه لها هي. بياكلوا الحلويات وبيروحوا علشان يجيبوا صور بدل اللي انكسر، بس المره دي بيروحوا لست عجوزه والظاهر كده انها عرافه، واول ما بتشوفهم بتقول عليهم انهم اطفال ومش معاهم فلوس، علشان كده هتديهم اي صور كده وخلاص. بتلبس ميكو الصور وفجاه بيتكسر هو كمان. العجوزه بتصدم وبتعرفهم انها هتجيب لهم واحد تاني، وبتسال ميكو انها بتشوف حاجات غريبه ولا لا. بتقول لها لا، وبتعرف العجوزه انها بتحاول تتجاهل الاشباح دي. وبتلاحظ العجوزه ان هنا عندها هاله كبيره جدا، وهي اللي بتجذب الاشباح دي ليها. بتجيب لهم العجوزه صور اسطوري وان هو اقوى حاجه عندها. الشبح واقف وبتلبس ميكو الصور وبيتكسر وسط ذهول الجميع. الشبح ده لا فارق معاه اسطوري ولا غير اسطوري. البنت بتمشي وظاهر على وشها علامات الحزن واليأس يحيط بها من كل جانب. بتبص وراها بتلاقي الشبح اللي كان بيطاردها اختفى. بتروح ميكو وبتنام، واثناء نومها بتحلم بكابوس. بتفتح عينها وبتلاقي شخص غريب واقف قدامها. بتفتح الستاره وبتلاقي ان الشخص ده هو اخوها. بتروح السوبر ماركت هي وهانا وبتشتري طعام اسمه البودنج، وهي بتحاسب بتبص جنب الكاشير وبتلاقي شبح واقف جنبه. البنت مرعوبه مصدومه مش قادره تتحرك من مكانها. بتروح البيت وبالليل بتسمع ميكو واخوها برنامج في التلفزيون عن قصص وصور مرعبه. بيقول لها اخوها ان كل ده مفبرك وغير حقيقي. بتعرفه انها هتروح تشتري عصير علشان هي عطشانه. بتوصل لمكنه بيع العصير وهي بتدفع الفلوس بتاعه منها تحت المكنه. بتميل علشان تجيبها وبتلاقي شبح قزمه قاعد تحت المكنه. الشبح اول ما بيشوفها بيخاف ويجري. البنت بتقول انه شبح طيب وبترمي الفلوس في المكان اللي مشي فيه علشان تشوفه تاني. بتبص عليه وهنا كانت الصدمه. ميكو بتلاقي شبح تاني كبير ومرعب غير اللي شافتهم قبل كده. البنت خايفه ومرعوبه ومش عارفه تعمل ايه. بتقول انها لو سابت الفلوس وجريت الشبح هيجري وراها وهيطاردها في كل مكان. البنت بتتقدم علشان تجيب الفلوس والشبح هو كمان بيحط ايده جنب الفلوس والوضع مرعب اخر حاجه. البنت ده بترتعش وكل ما بتمسك الفلوس بتقع منها ومش عارفه تلم اعصابها. ومن حيث لا تدري بيظهر غراب فجاه كده وبيسرق الفلوس دي وبيهرب بيها. البنت بتجري وراها هي كمان وفرحانه انه انقذها. تاني يوم بيظهر اخوها وهو بيراقبها بعد المدرسه علشان هو شاكك فيها بسبب تصرفاتها الغريبه الفتره الاخيره، ولما حكى لصاحبه قال له انها ممكن يكون عندها حبيب. بتروح ميكو للمكتبه وبتمسك كتاب عن حاجات غريبه الاطوار، وبيظهر اخوها وهو مستمر في مراقبتها، وبيتخيل ان حبيبها ياخدها منه وبيقسم انه هيستمر في حمايتها. بنرجع لميكو واللي بتحط الكتاب وبتلاقي هاله الشبح مرعب. البنت بتترعب وبتحط الكتاب وبتمشي. اخوها بيروح للمكان اللي كانت واقفه فيه وبيمسك كتاب غير اللي كانت ماسكاه، وبيكون الكتاب ده عباره عن 99 وسيله لارضاء حبيبه، فبيشك اكتر فيها ان عندها حبيب. بترجع البيت وبتدخل علشان تاخد دش، وبتفكر في الشبح اللي كان في المكتبه وبتقول انها مش هتروح هناك تاني. البنت بقت تترعب من الاشباح دي اكتر وبتقرر انها تتجنب الاماكن اللي موجوده فيها، واثناء ما هي في الحمام بتاخد دش بيظهر لها شبح وشكله مرعب اخر حاجه. البنت بتقول لا كله للمكان ده، ازاي هقدر امنع نفسي من دخول الحمام؟ بتفكر تخرج وهي مرعوبه جدا وخايفه من اللي شايفاه. اخوها بيدخل عليها وبيقول ان هو عايز يشاركها الحمام. بيتكسف لما بيشوفها وبيدار وشه وبيقول ان هيدخل في وقت تاني. بتنده عليه وبتقول له كيسكو تعالى وانا هغسل لك ظهرك. ميكو بتنقذ نفسها من الشبح بانضمام اخوها ليها. تاني يوم بتصحى ميكو وبتتمنى انها ما تشوفش اشباح النهارده. بتفتح الستاره وبتلاقي احد الاشباح عند النفايات. بتروح علشان تفطر وبتلاقي شبح كبير واقف عند السفره. البنت خايفه ومرعوبه جدا وبتقرر انها تقعد علشان ما حدش يحس بحاجه. الشبح بيقرب منها لا وكمان بيلحس الاكل بتاعه، حاجه اخر قرف والله. البنت
بتقرف وبتسيبهم وتمشي علشان تروح المدرسه. بترجع تاني وبتجيب طعام البودنج اللي كانت اشتريته من السوبر ماركت وبتحطه عند صوره ابوها المتوفي، وبيظهر شبح ابوها وبيعتذر لها انه كانوا السنه اللي فاتت. البنت زعلانه على فراق ابوها وعينيها مليئه بالدموع. بتنتقل الاحداث بعد كده للبنت الغريبه دي واللي بتروح للعرافه علشان تدربها. العرافه بترفض وبتديها صور هديه، بتقول ان طالما اديتها الصور ده يبقى كده هي قبلتها كتلميذه ليها. وبنعرف ان البنت دي اسمها يوليا وبتقدر تشوف اشباح زي ميكو، بس هي عكس ميكو لان مش بتخاف من الاشباح دي، وان هي واخده العالم ده عالم خاص بيها. تاني يوم بترجع يوليا للعرافه وبتلاقي المكان مقفول للابد. البنت بتصدم من اللافته اللي مكتوبه بيعرفها العجوز ان اخر زباين ليها هم البنتين دول، وبيشاور على ميكو وهانا. يوليا اول ما بتشوفهم بتستخبى، بتراقبهم وبتسمعهم بيتكلموا عن الصور وبتصدم انهم يعرفوا حاجه عنه. هانا بتجري علشان تجيب فطار وهي ماشيه كانت هتخبط في الشبكه. ميكو بسرعه بتقول لها ان في صرصار قدامها وبتقدر توقفها. يوليا بتتصدم من اللي ميكو عملته، بتقول في نفسها بتقدر تشوف الاشباح دي زيي ولا صدفه بس مش اكتر. وهما بيلعبوا في النادي بتيجي يوليا وبتطلب من ميكو انها تساعدها في تنظيف المخزن. بتقفل الباب وبتعرفها يوليا انها بتراقبها بقالها فتره، وبتسالها ان كانت بتقدر تشوف الاشباح ولا لا، وبتكون جابت غطيان ازاز علشان تجذب الاشباح الصغيره علشان هما بيحبوا الحاجات اللامعه. ميكو بتعمل لنفسها انها مش واخده بالها من اللي بتقوله، وهما بيتكلموا بيظهر فجاه شبح كبير وبهاله مشؤومه مرعبه حرفيا. ميكو شايفاه مرعوبه جدا من حجمه، ويوليا مش واخده بالها والظاهر كده انها مش بتشوف غير الاشباح الصغيره والضعيفه. ميكو خايفه ومرعوبه جدا ومش عارفه تعمل ايه. لا وكمان يوليا عايشه في دور الاحلام بتاعها وبتطلع الصور وبتعرفها انها بتقدر تطرد الاشباح. الشبح بيتعصب وبيقدر يكسر الصور بتاع يوليا. البنت بتخاف وبترجع لورا وميكو قلقانه انها تكتشف بوجود الشبح الكبير، وفجاه بتفتكر حركه من المصارعه وبتنفذها على يوليا وبتفقدها وعيها. بيروحوا المكتب الممرضه واول ما بتفوق يوليا بتخاف من ميكو علشان هي خنقتها. بتخرج ميكو وهي ماشيه بتشوف شبح، وفجاه الشبح ده بيمسك ايديها. البنت بتترعب ومش قادره تتحرك من مكانها، وبيظهر ان الشبح ده ست عجوزه اصلا. بتشيلها ميكو وبتوصلها للبيت، وبتظهر بنت العجوزه وبتقول لميكو ان امها فقدت كل ذكرياتها بعد موت ابوها. وبيظهر شبح فجاه وهو بيقول الارقام وبيفضل يكررها كتير. بتكتب ميكو الارقام اللي الشبح بيقولها وبتوريها للعجوزه. العجوزه بتروح لخزنه كده وبتفتحها بالارقام اللي ميكو ادتها لها، وبتلاقي اخر هديه اللي جوزها اداها لها، واللي بتكون عباره عن شويه رسائل وتوكل للشعر. واول ما بتلبسها بترجع ليها كل ذكرياتها. وبيشكر الشبح ميكو وبيسيبها ويمشي. وهنا